زعلان ومفيش اي حاجة بتفرحني. عملت كل الحاجات اللي بتفرحني في الدنيا، نزلت ولعبت وخرجت مع اصحابي وقربت من ربنا وصليت وصمت، مفيش حاجة بتفرحني في كل ده. لو جينا نرجع كل حاجة للدين هنلاقي ان ربنا متكلم عليها من 1400 سنة في القرآن، وهي بالفعل محلولة، احنا بس نعرف الحل. وربنا بعتني عشان اقول لك او اقول لك الحل. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اضاف اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني الزعل اللي ملوش سبب ده زيه زي اي ابتلاء تاني، زي مثلا المرض او فقد شخص عزيز عليا. كلها حاجات بتيجي مؤقتة، ابتلاءات عادي، يعني احنا عايشين في الدنيا عشان نبتلى. من كتر عظمة ربنا وجماله علينا هو ادانا المشكلة وادانا الحل. الحل في ايدينا احنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال إن اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ده لما يتقال لازم ربنا يعوضك عن الفترة اللي انت فيها، سواء اي حاجة وحشة انت فيها او انت فيها، ربنا يعوضك عنها بان هي تعدي ويجي مكانها الحلو. فزي ما قلنا ده ابتلاء وهيعدي والله العظيم زي كل حاجة تانية بتعدي. وفي الاخر افتكرت حاجة بسيطة كده، يمكن في ذنب معين احنا مداومين عليه هو ده اللي مسبب لنا الزعل، بس احنا مش واخدين بالنا. يعني مثلا انت ممكن تكون طول الوقت بتشتم، فانت كده مصر على الذنب، فده مسبب لك زعل. وقيسوا على كده بقى باقي الحاجات، فنشوف كده احنا بنعمل ايه عشان ممكن يبقى ده السبب. بس كده، ونستنى ربنا يجبر بخاطرنا زي ما انتظرنا على البلاء. وبس كده احنا زي الفل الحمد لله.